العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظة رب العالمين. مين أحن قلب لينا هو حب حبيبتي مصر، مين يسعد مين قلوبنا يا ست الكل مصر. مين اللي جنب منا مش هتلقى إلا مصر. مين أحن قلب لينا هو حب حبيبتي مصر، مين يسعد طب قلوبنا هي ست الكل مصر. مين اللي جنب منا مصر 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 مصر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم من أيام القليوبية نستقبل اليوم الكابتن حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وابن القليوبية وفخرها الدكتور محمود سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم زملائي الأفاضل أعضاء مجلس إدارة منطقة القليوبية لكرة القدم، كابتن محمد طه وأستاذ جمال سيد أحمد، كابتن هاني الفيومي، وكابتن إبراهيم حمودة، ومعانا طبعا المدير التنفيذي أو مدير المنطقة النشيط جدا الكفء جدا الشهير جدا كابتن محمد السكران. معانا ايضا برضو لجنة المدربين دكتور محمد مصلحي والدكتور محمود الصبروت، ومعاهم كابتن ياسر راشد. بنشكر وبنقدر وبنحيي كابتن حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على فريق أولمبي ولاعب المنتخب القومي والنادي الأهلي. وطبعا بنكرر الشكر والتقدير والترحيب بلاعب الفريق القومي برضه ونادي الزمالك، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم المحاضر الدولي والإفريقي، وابن القليوبية الدكتور محمود سعد. يبقى الكلمة الآن للكابتن حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي اللي أنا أعتقد بإذن ربنا هيشرف مصر وهنوصل للأولمبياد. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا برحب بمكاتب القليوبية الأخ الأستاذ الكبير عباس الجوهري وجميع أعضاء مجلس إدارته، الكابتن محمد السكران المدير التنفيذي، السادة المدربين المحترمين، ابن القليوبية اللي أنا معرفش أول مرة أعرف الكابتن محمود سعد، مش عارف
معلومة المكان ده أنا بعتز بيه بصفة شخصية، المؤسسة العمالية. المكان ده كنت بجيله من 40 سنة وقتا كمان، اللي أنا خالاتي ساكنين ورا، كان لسه ما اتبناش سور ولا في حاجة، وكنا الملعب هنا فاضي ترابة، وكان أيام حسام كمال كنا بنلعب على صغيرين الملعب ده. أيوه. فبالنسبة لي القلوبية وشبرا بالذات يعني لعبنا وجرينا وأجرنا عجل فأنا بتكلم زمايلي وأصحابي وأصدقائي. كابتن محمود حسن برضه مش موجود طبعا، واحد من نجوم مصر والنادي التاسع. المحاضرة النهارده اللي أنا عاوز أوصلها لحضراتكم يعني كيف تصبح مدرب محترم. مدرب النهارده يعني هنشوف الدكتور محمود سعد وهو بيشرح المحاضرة عاوزة انتباه، انه داخل اللي هو بيشرح فيه كواليس هتستفاد منها كمدرب. مدرب النهارده بيشتغل كأحمال عشان يبقى مدرب كويس. مدرب النهارده بيختار معاونين ليه عشان يبقى مدرب كويس. النهارده كمدرب قادر يتعامل مع الآخرين كأحلام، كزملاء، كأصدقاء، تعاملك العام. يعني مدرب قسمين، قسم داخل الملعب وقسم خارج الملعب. تعبني بصراحة، يعني أنا واخدني بقى من السويس للإسماعيلية للشرقية للدقهلية، امبارح الفيوم، والنهارده جايين من المنوفية على حضراتكم، لكن ده دورنا. وبصراحة أنا سعيد بيه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وبتمنى له التوفيق، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق وكل خير. شكرا. والآن مع الدكتور محمود سعد، وأتمنى من حضراتكم أن يكون هناك إنصات واستفادة من هذا اللقاء الذي أعتقد أنه سيكون فيه فائدة كبيرة لكل مدربي الأدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هشكر بقى، أخش في الموضوع على طول. كابتن حمادة شكر والمنطقة شكرت، مرحب بيكم. كل منظومة كرة القدم، مدرب، لاعب، حكم، إداري، طب رياضي، إعلام رياضي، منشآت، كل الكلام ده احنا طبقناه في التقييم، وعملنا استطلاع رأي على كل الشخصيات العامة طلع عندنا، عشان بحكي لكم رسالة الدكتوراه دي حكاية. طلع عندنا 15 نقطة سلبية، عندنا 15 مشكلة. الاستنتاجات اللي احنا طلعنا بيها سلبية في 15 نقطة هنعرضهم دلوقتي. عاوزين نعمل ايه؟ احنا جايين لحضر حضراتكم عشان نسمع لودننا منكم، من بقكم انتوا لودننا احنا، ايه المشاكل بتاعتكم؟ ايه المعوقات؟ انتوا اللي هو كل واحد فيكم المفروض يعرف قدر نفسه. احنا جايين هنا تقديرا واحتراما واعتزازا بحضراتكم، لانكم انتوا اللي هتطوروا اللعبه او هتدمروا اللعبه. مين الدكتور؟ دكتور محمود. دكتور محمود زميل ومحاضر في الرخصة سي، حاجة محترمة، ومسؤول عن الكورة في نادي الصيد. الحقيقة يعني زي ما قال الكابتن حمادة، أنا مدوخه وملففه معايا، يعني ملففه كعب داير من هنا لهنا 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 لهنا. أنا ببقى سعيد بيه وهو موجود معانا كراجل لاعب في النادي الأهلي، النادي الإسماعيلي، منتخب مصر، مشرف على كل ما هو فني في اتحاد الكوره. والحقيقه بعد ربنا هو سند قوي في كل حاجه احنا بنعملها للمدربين. بس هتعرف حضرتك وتقول ايه المشكله. انا عاوز فني في برامج التدريب، في المسابقات، في الحاجات الفنيه. ما حدش بقى عنده مشكله في المنطقه، عنده مشكله في النادي، ما بيقبضش الملعب، الكلام ده لا. انا كده حضرتك بتقول نوحد برامج التدريب في الجمهوريه كلها. مش فاهم يعني ازاي، يعني هل يبقى في المنطقه زي اللي في الجيزه زي اللي في القاهره؟ هقول لك كل حاجه. تنفذ ازاي يا استاذ؟ ما انا هقول لك كل حاجه. بتكلم حضرتك طبعا، اولا احنا بنشكر كابتن حماده وبنشكر حضرتك، وبقول في حاجه ثانيه، احنا اسم المدربين القلوبيه بنوجه شكر اتحاد الكوره لحسن الاختيار المدير الفني للاتحاد. اشكرك يا نادي العبور مثلا انا عندي مشكله كبيره قوي، انا لسه نادي جديد اول سنه موجود في العبور، يعني انا يعتبر موجود في قلب القاهره. يمكن حتى كابتن محمد يعني ده هو عمل معايا حاجه كويسه قوي السنه دي، عملها معانا كلنا، اللي هي خلى الانديه القريبه من بعضها
بتلعب مع بعضها حتى في المجاميع. تمام. عرض الكلام ده بشكل جميل جدا. تمام. واحنا قدرنا ليه. بس المشكله دي في بعض الانديه مرهقه، يعني انا من عندي في العبور عشان وصل كابتن ياسر. بعد اذن حضرتك طبعا يعني ايه سؤالي في شقين. انا دي تجربه يمكن انا عشتها، سافرت مع دكتور محمود متولي في اسبانيا وشفتها. ليه ما يتطبقش شقين؟ الشق الاولاني المواهب اللي موجوده عندنا ما يتمش تحديد في الانديه تركها بدون مقابل لسبب. ما خلاص يا بص عايزين يا جماعه نتعلم حاجه، ان احنا نصيغ السؤال. وبعدين احنا هنخش ما بين الشوطين، هتتكلم مش اكتر من 4 دقائق، هتقول للعيبه تعمل ايه الشوط الثاني، فبنتقد الكلام اللي انا اقوله اللي يحقق لي الاهداف اللي انا عايزها من غير ما اتكلم. فده معناه ايه؟ كلمتين تشجيع الاحتراف في سن مبكره. شكرا. حضرتك الاتحاد يوضع ميزانيه للمناطق ال 25 منطقه ويتعمل دوري يبقى مفرخه كل ده كل مدربين المنتخبات. ماشي يا عم الفراخ، ماشي مفرخه يا ياسر، حلو المفرخه ده. حاضر يا ياسر، حاضر، هنعمل المفرخه دي وهنعمل كل حاجه. بس عايز اقول لك يعني حاجه واحده، اللي انت دلوقتي قلته ما بقاش معوقات، ما بقاش سؤال، بقى مقترح. المنطقه بتكرمه السيد المحترم رئيس فرع القليوبيه بيسلم درع الفرع للكابتن حماده المصري. انا بقوم بدور المذيع. نيجي نمسك المدرب، دورات تنشيطيه بالفروع، هنعمل دورات تنشيطيه كل شهر هيبقى فيه دوره، هيبقى فيه ورش عمل. طبعا انا بنقول لكم سلام وتقدير واحترام مجلس الاداره ورئيسه الاستاذ جمال العلام واعضاء مجلس الاداره، والحاج محمود الشام رئيس لجنه الفروع، وابراهيم القصاص اللي هو رئيس لجنه الفروع، ومدير التنفيذ، وكل العاملين في الاتحاد يعني بيسلموا عليكم. طبعا المتابعه الفنيه والاداريه من المدير الفني للفرع. المدير الفني للفرع لازم يتابع كل الناس دي، وعشان يتابع الناس دي كلها لازم يكون ايه مفروض فيه، متوفر فيه ايه؟ ان هو فنيا يبقى اعلى من اللي هو حطيه. زي ما انت حضرتك لو انت فلسفتك واسلوبك وسياستك واخراجك وابتكارك مش جاي على قد مستوى اللعيبه اللي انت بتمرنها، يبقى انت مدرب فاشل مش هتنجح. عشان كده لما بقول فهمت هنعمل منتخبات الفروع، وهنختار هنعمل المنتخبات اللي بقول اهو من دلوقتي عشان نشتغل عليها اليومين من دلوقتي. منتخب 97، منتخب 2000، منتخب 99، وجاي منتخب 2001. محاضرين من افريقيا جايين يعملوا دوره في الاتحاد الافريقي، هنخليهم يدوهم محاضرات. الراجل اللي احنا بنجيبه اللي بيمتحن في الرخصه البي والاي والكلام ده هيديهم محاضرات. القاعه الكبيره اللي عندنا في الاتحاد دي فيها الداتا شو وبتاع، هنعمل في حاجات هنا هتشوفوها، حاجات حلوه قوي هتبسطكم. ايه هو المدرب؟ ايه هو تعريف المدرب؟ قلنا لكم قبل كده في الدورات السي والبي. اذا التحسين للي قدراته مش عاليه، اما التطوير للي قدراته عاليه ووصلهم لمرحله الابتكار والابداع وتحدي قدرات نفسه، هو ده التطوير. انت مش انت اللي انت كابتن، اسمعني انت، ومش بس كده، يا ريت انت تاخد المسنن ده، خلي بالك مش حرام، ده راجل بس بقت حرفه دلوقتي في الفلاحين. بقى يعمل ايه؟ يسيب 2 3 سنين 4 سنين ما يأيدوش في الصحه، وبعد كده يأيده يكون هو فارق على العيال بتوع 2000 ولا 99 ولا كذا، ويكسر الدنيا وياخد بطوله مزوره. وبعدين خلي بالكم في بحوث اتعملت ومن خبرتنا احنا مفيش ولا لاعب مسنن في العالم لعب درجوي. طبعا اقفل تطوير المسابقات، طبعا تطوير هنا منتخبات الفروع، دوري منتخبات الفروع، دوري منتخبات القطاعات، تجهيز الصف الثاني لكل منتخب، تطوير المديرين الفنيين. عشان اعمل كل ده يا جماعه عاوز احنا نطور نفسنا، عاوز المدير الفني عشان يروح يتابع المدربين لازم يكون هو عالي، المدير الفني بتاع القطاعات لازم يكون هو اعلى من المديرين الفنيين. العمليه مش بقت هزار. عندنا كام؟ 300 واحنا عايزين 100. لو انت حضرتك ما قلقتش نفسك وطورت نفسك وعليت نفسك وبقيت حاجه مميزه قوي، هتبقى الفرصه صعبه بالنسبه لك، لان احنا عندي 300 انا عايز منهم 100. ده او دي كانت الرساله بتاعت الدكتوراه.
اللي هي تقويم منظومه كره القدم لبناء استراتيجيه للنهوض بها نحو العالميه. ماشي. مين هم المنظومه دول؟ ماشي. ادي المدرب، ادي اللاعب، ادي الحكم، ادي الاداري، ادي الاصابات اللي هو الطب الرياضي، ادي الاعلام الرياضي. كل دي نقط سلبيه، كل دي نقط سلبيه. 15 نقطه استنتاج، 15 انتاج سلبي طلعنا بيهم من التقييم. عدم وجود نظام محدد ومستقر لمواعيد المسابقات، كل اللي انتوا قلتوا عليه. عشان كده احنا عملناه ده التقييم ده 2005، بنعمله دلوقتي تاني عشان نشوف هل الكلام ده لسه موجود؟ موجود وزاد عليه. وزاد عليه، يعني ما بقتش 15 واحده، بقوا كام؟ بقوا يجي 20 30. خلاص ماشي بسرعه. عاوزين بقى ال9 حاجات دول كل ما هو فني فيهم انا عايز اطوره. ال9 نقط دول. خلاص اكاديميه كره القدم، الاتحاد الرياضي للشركات، هات لي التوصيات بسرعه بس كده. كل المواد العلميه دي ساعتك هتاخدها. المدرب طبعا، المدرب تحت، تخطيط، الانتقاء، بناء الفريق، مستويات ودرجات الحلم، مبادئ علم التدريب، الاختبارات والقياسات، فترات الاعداد البدني، المهاري، الخططي، النفسي، الذهني، التغذيه، حجم العمل الشهري، الاسبوعي، التدريبات التخصصيه. دوس ده الشغل البدني اللي انت هتعمله. ماشي. دي المحطات اللي انت هتعملها. ده شغل المراكز اللي انت هتاخده وهتعمله. ده الاحماء بتاع الشغل اللي انت هتعمله. ماشي. دي التدريبات التخصصيه. الناس اللي على اليمين دول كلهم مدافعين، هيلعب الكوره من على الجنب، هيلعب الكوره من على الجنب هنا، هيلعبها بدماغه، هيلعب الكوره البينيه، ودول 2 مدافعين بيشتغلوا من غير منافس. وبعدين هنا ده نص الملعب، 3 بيضغطوا على الاربعه دول، بياخدوا الكوره بيلعبوها للراجل الرابع، وبعدين بيغيروا بيجروا. وبعدين هنا فراوده مع بعض، 2 فراوده وواحد وراهم نص ملعب، دول 11 لعيب زياده لعيب. ده لو احنا هنعمل الشغل ده فين؟ هنعمل 4 دقائق ودقيقه واحده. معناه الشغل ده يبقى فين؟ 4 دقائق والشغل بشده متوسطه ودقيقه واحده. يبقى فين؟ يبقى في العام، يعني جري، يعني تحمل. لكن لو احنا هنعمله في فتره المنافسات اهو، هيبقى الشغل ده نص الملعب ازاي شغال؟ 4 نص ملعب، وال4 نص ملعب التانيين بنلعب على كام جول؟ 4 اجوال. يعني مش بنعمل شغل بقى ايه تكتيك، يبقى 2 على 2. الكوره مع الاحمر يبقى لازم يبقى 3 على 2 لغايه ما استغل، يبقى احنا بنلعب كام؟ 4 على 2. وهنا المدافعين هيلعبوا على ايه؟ على الازرق ده، مره 1 مره 2 مره 3 عشان اصعب الفراوده بيشتغلوا ازاي. هنا المدافعين اللي كانوا بيشتغلوا بدون منافس بقى بيشتغل على ايه؟ منافس. دي الحاجات اللي انت هتقولها جوه الملعب، يعني معناها ان انت ماسك ريموت كنترول بتتحكم في اللعيبه بتوعك، والا ما تنفعش تعرف تقول. وزي ما انا قلت اهم حاجه في المدرب ايه؟ اهم حاجه في المدرب، سيبك من كل الكلام ده، اهم حاجه في المدرب 3 حاجات: قراءتك للمباراه، تعرف تشوف المباراه، ثم تغييراتك اثناء المباراه، ثم قيادتك للمباراه. هم دول 3 حاجات: الرشاقه والمرونه والتوافق. كام؟ من 10% 40%. السرعه كام؟ 30. القوه كام؟ 15. التحمل كام؟ 15. أي نوع من القوه؟ اخفي الكلام ده فوق عشان انا اساله. اخفي بسرعه بس. هو أي نوع من القوه اعمله؟ لا مش كل حاجه انت هتجاوبها مصروفه. في ناس لا تفضل ماشي. اللي هو ايه؟ يعني الحاجه ده ايه؟ ثقل الجسم. لو انا عملت ده كده ده ايه؟ قوه مش تحمل. قوه يبقى دي ايه؟ قوه باستخدام ثقل الجسم، مش دي قوه. لكن مفهوم القوه كان عندنا ايه؟ ان هو يخش الجيم ويعمل ايه؟ لا اعمل قوه. لو عمل رمي التماس دي ايه؟ قوه. هي دي القوه اللي يعملها في السن الصغير. ادي تمرين الاحساس بالقوه. ادي تمرين. ارفع تاني التمرين الثاني. ادي تمرين تاني برضه الاحساس بالكره. ادي تمرين ثالث ارفعه. ادي تمرين ثالث احساس بالكره. مشي، ركل الكره ببطن القدم، الشرح، النقاط الفنيه، التمرين اهو. مشي. كل التمارين في كل المراحل السنيه ساعتك هتشتغل بده.
نضم بقى، نقعد كده محترمين، نضم كده عشان نعمل صورة تذكارية لمدربين فرق القليوبية ولما رعاده الايه؟ تعالوا ابراهيم هنا، الاداره هنا. الله عليكم